علم النفس بيقول إن الناس اللي ما عندهمش صحاب غالباً بيبقوا مفهومين غلط، مش مكسورين ولا غريبين ومش هم المشكلة أصلاً. الحقيقة إن الحياة الاجتماعية ممكن تبقى تقيلة ومرهقة ومعقدة أكتر بكتير لناس معينة عن غيرهم. لو قضيت سنين بتحاول تكون صداقات أو تحافظ عليها ومش عارف، ده مش علشان فيك حاجة غلط. في أسباب نفسية حقيقية ورا الموضوع ده وأعمق بكتير ما أغلب الناس متخيلة. أول سبب، أنت ما بتحبش الناس المزيفة. فكر فيها كده، كام مرة ابتسمت غصب عنك في كلام مع حد وجواك بتتمنى الحوار يخلص؟ الناس اللي بتعاني في تكوين صداقات غالباً بتلاحظ عدم الصدق من أول لحظة. نميمة، تلاعب، شخصيات مزيفة، دماغك شايف كل ده. الأبحاث بتقول إن كل ما الإنسان يبقى أوعى بنفسه، تحمله للتصرفات المصطنعة بيقل جداً. أنت تفضل تقعد لوحدك ولا تضيع دقيقة كمان في كلام سطحي وتمثيل؟ أغلب الدوائر الاجتماعية مليانة ناس بتضحك في وشك وتتكلم عليك من وراك. دماغك بيلقط التلاعب الخفي والنوايا المستخبية وعدم الأمانة بسرعة. علشان كده دائرتك صغيرة، مش علشان بتكره الناس، لكن علشان بتقدر راحتك وطاقتك النفسية. أكيد شفت صحاب أو زمايل شغل باين عليهم لطاف بس وجودهم مرهق. بالنسبة لك تكون على طبيعتك ده مش قابل للتفاوض. اللي ما يعرفش يقابلك عند النقطة دي الأحسن ما يكونش في حياتك أصلا. تاني سبب، أنت بتدور على ارتباط حقيقي مش كلام فاضي. عمرك كنت في أوضة مليانة ناس وحاسس إنك مش موجود؟ ده علشان الحوارات السطحية ما بتشغلش دماغك. انت عايز تتكلم عن أفكار، مشاعر، معنى الحياة، الأحلام، مش عامل إيه وخلاص. السمول توك بالنسبة لك إهدار طاقة، لأن دماغك متبرمج يدور على العمق. انت مش عايز ناس حواليك وخلاص، انت عايز ناس تحس معاهم إنك في بيتك. ولحد ما تلاقي ده، السكوت بيبقى أأمن من إنك تمثل إنك متواصل مع حد. وده ممكن يوجع. بتشوف ناس بتكون علاقات بسهولة وانت بتتعب، بس ده مش كسل ولا ضعف اجتماعي، ده لأنك متبرمج على علاقات ليها معنى، ودي نادرة. ثالث سبب، انت بتفكر زيادة على اللزوم في كل تفاعل اجتماعي. بترجع تعيد الكلام اللي اتقال في دماغك بعد ساعات أو حتى أيام. الناس اللي بتعاني في تكوين صداقات غالباً عندها عقل نشط جداً، بتحلل انت قلت ايه، اتفهم ازاي، وسبت انطباع عامل ايه. علم النفس بيقول إن الناس اللي عندها وعي عالي بنفسها ممكن تبقى حساسة زيادة في المواقف الاجتماعية. بدل ما ترتاح، دماغك بيقيم كل نبرة صوت، كل حركة، كل تعبير وش. التفكير الزيادة ده بيعمل ضغط ويخلي حتى الكلام البسيط مرهق. انت مش بتهرب من الناس، بس دماغك مش بيبطل تحليل، وكمان بتفترض ان اللي حواليك مش هيفهموك. رابع سبب، إحساسك طول عمرك إنك مختلف. ناس كتير اللي بتعاني في تكوين صداقات عايشة بإحساس إنها مش شبه اللي حواليها. طريقة هزارك، اهتماماتك، أو طريقة تفكيرك ممكن ما تركبش مع البيئة اللي انت فيها. علماء النفس بيسموا ده عدم التوافق الاجتماعي، يعني شخصيتك مش ماشية مع المكان اللي انت فيه. علشان كده كتير بتختار البعد بدل المخاطرة، مش علشانك مش اجتماعي، لكن علشانك نادراً ما حسيت إنك مفهوم بجد. خامس سبب، انت مستقل، ودي قوة. في ناس بتلخبط بين الاستقلال والوحدة، لكن انت اتعلمت تسلي نفسك، تحل مشاكلك لوحدك وتلاقي راحة في دماغك. علم النفس بيسمي ده قلة الاعتماد الاجتماعي. انت بتعتمد على تقييمك لنفسك من جوه، مش محتاج دايما تصديق او اهتمام من بره. ده مش بيخليك بارد، ده بيخليك قوي. انت تفضل تستنى الناس الصح على انك تتنازل عن نفسك علشان تركب مع اي حد. علشان كده دايرتك صغيرة بس مش فاضية. سادس سبب، الرفض اللي فات خلاك حذر. اتجرحت قبل كده؟ ناس كتير بتعاني في تكوين صداقات شايلة جواها جروح مش باينة. اتسابوا بره الدايرة وهم صغيرين، اتخانوا من حد وثقوا فيه، أو عاشوا وسط ناس ما قدروهمش. لما الثقة تتكسر، دماغك بيبتدي يحميك، تتردد، تبعد شوية، وتراقب قبل ما تدخل حد حياتك. انت مش مقفول، انت حريص. مش أي حد يستاهل المكان في عالمك، وانت اتعلمت تحط سقف عالي للثقة. سابع سبب، التعامل الاجتماعي بيستنزفك أسرع من غيرك. بتحس بإرهاق بعد كلام كان سهل على غيرك؟ ده لأن جهازك العصبي أكثر حساسية. حتى التعامل البسيط محتاج تعالج نبرة الصوت ولغة الجسد والسياق والمشاعر في نفس الوقت. بينما الناس الاجتماعيين قوي بياخدوا طاقة من القعدة مع الناس، بطاريتك الاجتماعية بتفضى أسرع. علشان كده القعدة لوحدك مش رفاهية، دي ضرورة. تامن سبب، الخوف من الحكم موقفك. انت عايز تبقى ظريف، واثق في نفسك ومحبوب، بس ضغط انك تبان مثالي بيخليك تتجمد. الخوف من التقييم السلبي سبب كبير يخلي الناس تبعد اجتماعيا. انت مش بتبعد عن الارتباط، انت بتبعد عن الإحراج أو الرفض أو إن الناس تشوف جانبك الضعيف، وده طبيعي. كتير من أوفى الأصحاب هم اللي اتعلموا الدرس ده الأول. تاسع سبب، عندك عالم داخلي غني. كل الصفات دي، التفكير الزيادة، العمق، الحساسية، الاستقلال، ممكن تخلي الصداقة أصعب، بس في نفس الوقت معناها إن جواك عالم أغنى من ناس كتير. انت بتلاحظ التفاصيل، بتفكر بعمق، وبتحس بقوة. ولما بتكون صداقات بتبقى نادرة، ليها معنى وبتكمل. الخلاصة، إنك تتعب في تكوين صداقات مش معناه إن فيك حاجة غلط، معناه إن دماغك شغال بطريقة مختلفة، بعمق وحساسية ووعي أكتر مما أغلب الناس متخيلة.
انت بتحس بعمق، بتفكر بعمق، وبتتواصل بعمق، والناس العميقة نادرا ما يلاقوا صداقات بسرعة، بس لما يلاقوها بتكمل العمر كله. ساعات أكتر الناس اللي بتعاني استماعيا هم في الآخر أحسن صحاب ممكن أي حد يتمناهم. ولو عايز محتوى نفسي أكتر يساعدك تفهم نفسك على مستوى أعمق، دوس اشتراك، لأن الفيديو الجاي ممكن يوريك حاجة عن نفسك عمرك ما عرفت تحطها في كلمات.